يا جماعه انا بدات اشك ان لابوبو ده مرض نفسي. انا حرفيا بشوف ناس بيستخدموا الفلتر ده ويقولوا انا هعمل انبوكسنج بالفلتر احسن ما اروح اشتري لابوبو واعمله انبوكسنج على ارض الواقع، يعني اللي هو كده بيوفروا فلوس. وبعد كده هو ده بيستخدموه ازاي؟ وبعد كده يطلع لهم اللابوبو اللي هم كان نفسهم فيه ومش لاقيينه، فيقعدوا يقولوا لا انا لازم اجيب اللابوبو ده ولازم يكون عندي، اشمعنى يطلع لي في الفلتر وانا مش لاقيه في الحقيقه؟ او يطلع لهم اللابوبوز اللي هم كانوا عايزينه او اللي هم كان عندهم اوريدي، فيتضايقوا ان هم اوريدي عندهم اللابوبو ده وهم عايزين واحد جديد. يعني انا مش فاهمه المبدأ هم بيعملوا بيه ايه، يعني هو ازاي بيطلع لهم اكتر من واحد؟ انا حتى مش عارفه استخدم الفلتر ده. بس هو يقعدوا، يعني شفت الناس بيقعدوا بالعشر دقايق قاعدين بيفتحوا في لابوبوز، وانا اصلا مش عارفه استخدم الفلتر يعني هما بيعملوا بيه ايه؟ اللي هو يفضلوا كده، وتهيألي نفس اللابوبو بيطلع كده كده. ما عنديش اهو، مش عارفه استخدم حتى الفلتر ده، والناس مدمنه استخدامه. اوكي انا مش عارفه الفرق بين different لابوبوز، بس حرفيا 10 دقايق الناس قاعدين يفتحوا في لابوبوز ومنهارين، يا اما بيجي لهم اللابوبو اللي هم استخدموه اكتر من مره، او اللي جالهم اكتر من مره، او اللابوبوز اللي هم نفسهم فيه على ارض الواقع ومش لاقيينه. كمان كام سنه اللابوبو ده هيدرس في الجامعات، جامعات البيزنس عشان الماركتينج، وجامعات السايكولوجي، دكاتره النفسيين برضو من ناحيه الفرنزي اللي حصلت بسبب الماركتينج.